صديقي العزيز، اهلا بيك في حلقة جديدة معايا النهاردة في مراجعة لعمل من الاعمال اللي صدرت في معرض الكتاب 2023، وهو ما اخفاه القدر عنا للكاتب طارق ابراهيم. رواية ما أخفاه القدر عنا رواية صادرة عن دار الارتقاء في معرض الكتاب 2023، وعدد صفحات العمل 217 صفحة، والعمل ده بيعد العمل الأول للكاتب طارق إبراهيم. الحقيقة أن أنا الكاتب طارق إبراهيم لما كلمني عن العمل بتاعه ولما بعت لي الرواية بتاعته علشان أقرأها، أنا تحمست ليها جدا لسبب بسيط جدا. لأن المحتوى بتاع العمل أو الموضوع اللي العمل بيتكلم فيه موضوع أنا ما كنتش قرأت في النقطة دي او في الجنرا دي او في النوع ده من الروايات بقالي فترة مش قليلة، وهو النوع الدرامي الاجتماعي الصرف. فعلشان كده لما هو بدأنا انا وهو نتكلم شوية عن محتوى العمل وعن الرواية، حسيت ان انا عايز اقرأها. والحقيقة قبل ما نبتدي نتكلم عن اي حاجة، انا بس حابب اقول ان انا ما زعلتش خالص من الرواية، بالعكس انا انبسطت بيها جدا، وفعلا العمل كان حلو وكان جميل. خلينا دلوقتي نبتدي نتكلم مع بعض. ولكن يا صديقي العزيز، قبل ما نكمل مع بعض الريفيو، ما تنساش انك انت تعمل سبسكرايب للتشانل ولايك وشير للفيديو علشان توصل لك كل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، وكل المراجعات اللي هتنزل بعد معرض الكتاب، وكمان عشان لسه هننزل فلوجات ولسه هننزل مشتريات ولسه هننزل مراجعات وهننزل حاجات كتيره جدا. فما تنساش يا صديقي زي ما قلت لك، سبسكرايب للشانل، لايك وشير للفيديو علشان توصل لك كل المراجعات الجديدة اللي لسه هتنزل، وكمان عشان تتفرج على كل المراجعات اللي فاتت. يلا بينا نكمل المراجعة. طيب، رواية ما أخفاه القدر عنا للكاتب طارق إبراهيم زي ما قلت هي العمل الأول للكاتب، والحقيقة رغم إن هي عمل أول إلا إن هي واعدة جدا، واعدة بتقول إن الكاتب طارق إبراهيم حقيقي ممكن يطلع منه عمل ممكن يبقى كويس قوي قدام. وده مش معناه إن العمل اللي معايا وحش، بس عشان الكلام ما يتفهمش غلط، ولكن الفكرة إن فعلا العمل رغم إنه عمل أول إلا إنه عمل كويس جيد متقن، ويعتبر عمل اول ممتاز مقارنة باعمال اولى كتير شفناها للاسف يعني لم تكلل بالنجاح. الرواية زي ما قلت التصنيف بتاعها او الجنرا بتاعتها هي دراما اجتماعية، وده لان القصة بتاعت الرواية بتدور حوالين 3 قصص ل3 سيدات ماشيين جنب بعض بشكل متوازي، كل قصة منهم ماشية في السكة بتاعتها وماشية في الخط بتاعها، ولكن في نفس التوقيت اقدر اقول ان في بعض الحاجات الكومن او المشتركة ما بين ال3 قصص دول، سواء كان في السلبيات او في الايجابيات. فهنلاقي ان الرواية بتتكلم عن 3 بنات، ال3 ملهمش علاقة فعليا ببعض، ولكن الرواية بتتناول قصة ال3 بنات دول، وبتتناول الحياة المأساوية اللي هم عاشوها، او تحديدا بتتناول المواقف المأساوية اللي أثرت على حياتهم بشكل كبير جدا، وخلت حياتهم تمشي نقدر نقول نوعا ما بشكل غير الشكل الطبيعي اللي كان المفروض ان هي تمشي عليه. وعلشان كده انا قلت تصنيف العمل بالنسبة لي يعتبر دراما اجتماعية، لان المواقف اللي حصلت لل3 بنات دول او لل3 شخصيات اللي احنا هنتكلم عليهم دول، المواقف اللي حصلت اثرت على حياتهم بشكل كان صعب قوي في بعض المواقف اللي كانت موجودة جوه الرواية. علشان كده فيها دراما بشكل اجتماعي، لان الرواية تناولت حاجات كتيرة جدا، من اول الاسرة لدور الاباء، لتأثير الاباء على الابناء، للأثر اللي ممكن يسيبه الاباء في نفس الابناء، في حياة الابناء، في روح الابناء، من غير ما يحسوا بسبب تصرفات هم ممكن يكونوا مش قصدينها، واحيانا ممكن يكونوا عاملينها بدون اكتراث، يعني هم they don't care، بس في نفس التوقيت لا، أثرت على حياة أولادهم بشكل كبير جدا 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 جدا. ودي نقطة محورية جدا لازم ناخد بالنا منها. القصة الأولى اللي بتكون موجودة معانا داخل صفحات العمل أو داخل صفحات الرواية هي شخصية هند، أو قصة شخصية هند. وشخصية هند أو القصة بتاعت شخصية هند في الحقيقة كانت قصة بالنسبة لي كانت صعبة شوية. هي القصص كلها بصراحة كانت صعبة، ولكن قصة هند بتتناول أو بتدور حوالين البنت اللي اسمها هند، اللي فقدت أمها برغم وجود أمها على قيد الحياة. أمها انسحبت من حياتها، أمها ما بقتش موجودة في حياتها هي وإخواتها ال3 التانيين. وبعد كده كمان زواج الأب وقسوة معاملة زوجة الأب
ليهم، وبعد كده هروبهم من البيت ورجوعهم مرة تانية، وازاي حتى هند نفسها لما قررت ان هي تتزوج شافت بلاوي سودة وشافت صعاب كتيرة جدا موجودة ما بينها وما بين زوجها. ولكن برغم كل الكلام ده الا ان هند كانت بتحاول على قد ما تقدر انها تنجح في حياتها، سواء كان مهنيا او حتى على المستوى الشخصي. طموحها كان عالي جدا. شخصية هند كان عندها طموح عالي، كان عندها اصرار، وكان عندها عزيمة ان هي عايزة تتغلب على كل الصعاب اللي موجودة في حياتها علشان تكون انسان احسن، علشان تعدي بنفسها لبر الامان. اما القصة التانية، القصة اللي بتتكلم عن الشخصية التانية وهي شخصية لمياء، فلمياء بتنتمي لطبقة متوسطة عايشة برضو في اسكندرية. هو واضح ان في ارتباط كامل ما بين الكاتب وما بين اسكندرية، لان يعني اسكندرية موجودة معانا في الرواية بشكل كبير قوي. يعني لمياء زي ما قلت فتاة بتنتمي لطبقة متوسطة موجودة في اسكندرية، وكانت لمياء بتتكلم عن برضو علاقة أبوها وأمها، وما أدى بعد كده لبلاوي زرقاء كتير حصلت جوه قصة لمياء. زي مثلا ان لمياء كانت عايشة بيزيكلي في الأساس في بيت عيلة، وبيت العيلة ده حصل فيه مشاكل كتيرة جدا، وأبوها كان عايز يتجوز على أمها واتجوز واحدة صغيرة جدا وابن خالتها اتحرش بيها، وده سبب لها أزمة نفسية كبيرة جدا جدا جدا. كونسبت ان باباها يتجوز من واحدة صغيرة وان ابن خالتها يتحرش بيها وبعد كده تتزوج منه وبعد كده تنجب طفل يكون عنده إعاقة نوعا ما والشحططة. غير كمان ان لمياء كانت دايما حاسة ان كل الرجالة بيبصوا لها نظرة نقدر نقول شهوانية شوية. الحاجات دي كلها خلت شخصية لمياء عندها أزمة نفسية، وصعوبة الأزمة النفسية دي أو مشكلة الأزمة النفسية دي أدت لصعوبة في التعامل مع الناس ومع الجنس الآخر، والتعامل مع الأب ومع الأم ومع فكرة الزوجة الجديدة اللي جاية للأب. لما نيجي نتكلم عن القصة الثالثة وهي قصة نسرين، فهنلاقي ان نسرين بتنتمي لطبقة من الطبقات المترفة او الطبقات الغنية او الميسورة، وابوها يعتبر رجل اعمال مشهور جدا وناجح جدا، لكن بسبب ظروف عمل الاب وغيابه الكتير من البيت ده ادى الى خيانة الام، ان الام هي اللي تخون الاب. امهم ام نسرين واختها نرمين هي اللي خانت ابوهم، وده عمل ازمة كبيرة جدا جدا جدا، لان اللي اكتشف الخيانة هو نسرين واختها. ده غير ان نسرين نفسها لما تزوجت من شخص طلع عاجز جنسيا، وده خلى نسرين تدخل في حالة صعبة جدا ورغبة غريبة من الانتقام او في الانتقام، رغبة غريبة في الانتقام، انها عايزة تنتقم من كل الناس اللي حواليها، من كل الناس اللي اذوها، من كل الناس اللي ممكن يكون وزهم عقلهم في يوم ان هم يأذوا حد، ان هم ما يكونوش كويسين مع الناس، ان هم حتى يمسوها هي بضرر. فحتى الانتقام بتاعها اللي كان متمثل في ان هي عايزة تنتقم من الرجل، انتقمت منه عن طريق جوزها. وكل الانتقام اللي كانت عايزة تنتقمه من صورة الأنثى انتقمته من أمها. ولكن زي ما انتوا شفتوا في عامل مشترك موجود داخل الثلاث قصص، وهو ان الأبطال نساء، وان أغلب الأشرار اللي موجودين داخل العمل رجالة. ده غير ان برضو في الثلاث قصص عندنا بعض التصرفات اللي كانت موجودة بشكل غير منطقي للأمهات كلهم. يعني مثلا عندنا هند مامتها سابتها وتخلت عنها هي واخواتها ومشيت. عندنا نسرين امها خانت ابوها. عندنا لمياء اللي امها عرفت ان ابن خالتها اتحرش بيها وقررت ان هي ما تاخدش خطوة وما تعملش حاجة بل وما تقولش لابوها. غير ان في نقطة تانية اقدر اتكلم عنها، وهي بصراحة نقطة عجبتني جدا، وهي الطبقات الاجتماعية. الكاتب اتكلم عن شخصية من الطبقة الفقيرة، شخصية من الطبقة المتوسطة، وشخصية من الطبقة الاجتماعية العالية او المترفة او الغنية او المتيسرة او اللي معاها فلوس او فالكاتب جاب لنا قصة من كل شريحة اجتماعية بتناقش قضية او نقطة او موضوع ممكن يكون منتشر في الشريحة الاجتماعية دي. الحاجة اللي انت المفروض برضو تعرفها يا صديقي عن العمل هو ان العمل ماشي بالاصوات او بالشهادات، يعني دي رواية شهادات، فانت هتلاقي ان هند بتتكلم
بتحكي الاحداث، بعد كده هتلاقي ان ابوها بيتكلم فبيحكي من منظوره، بعد كده هنلاقي مثلا ان ام هند بتتكلم، مامة هند بتتكلم فبتحكي الاحداث من منظورها، بعد كده زوجة الاب بتتكلم فبتبتدي انها تدينا الاحداث من منظورها، فهتلاقي نفسك ماشي مع كل الشخصيات في نفس الاحداث بشكل حلو جدا وسلس جدا. وهنا اعتقد ان ده الوقت المناسب اللي انا اتكلم فيه واقول ان اصوات الشخصيات كانت حلوة جدا وكانت ممتازة. بمعنى الكاتب واحد، يعني هو طارق هو اللي كاتب العمل اكيد ما فيهاش مشكلة، ولكن وانت بتقرا هند انت عارف ان دي هند، وانت بتقرا مرسي لا ده مرسي، وانت بتقرا عبير انت عارف ان دي عبير، وعلى فكره دي اسامي الشخصيات اللي موجوده في العمل. هتلاقي ان الاصوات مختلفه، ده صوت عبير اوكي، ده صوت مرسي، ده صح، ده صوت لمياء ده صوت لمياء، الاصوات مختلفه. فكونسبت ان ده يكون عمل اول للكاتب يقرر فيه انه يكتب بالشهادات او عن طريق او باسلوب الشهادات وانه يطلعه بالشكل الجيد، ده كانت نقطه الحقيقه بالنسبه لي حلوه جدا جدا جدا. وفي نفس التوقيت نقطه ان انا الاقي ان الحدث بيكمل معايا وبشوفه من منظور اكتر من شخصيه، والاقي ان بعد كده بندخل في حدث تاني بناخده من لسان شخصيه نكمله مع شخصيه اخرى ننهيه عند شخصيه ثالثه. موضوع تسليم الاحداث من لسان للسان ومن شخصيه لشخصيه حسسني بحاجه انا بسميها الهيراركي، او نقدر نقول ايه الترتيب، ان في نوع من انواع التنظيم اللي كان موجود في الروايه. حدث بيسلم حدث، شخصيه بتسلم شخصيه، موضوع بيسلم موضوع. انت بتتكلم عن 3 سيدات بتحصل معاهم مشاكل كبيرة وضخمة وبيحاولوا ان هم يتعايشوا معاها، بيحاولوا ان هم يتغلبوا عليها، بيحاولوا ان هم يحاولوا يعيشوا حياة طبيعية زيهم زي بقية الناس. فالرواية فيها مشاعر كتيرة جدا وفيها احاسيس كتيرة جدا، ورغم ان التاني دي تجربة اولى للكاتب في الكتابة وعمل روائي طويل، الا ان الكاتب قدر انه يوصل لي المشاعر والاحاسيس دي بشكل متقن جدا وبشكل حلو جدا. الكاتب قدر ان هو يخلق حالة تعاطف ما بيني وما بين ابطال القصص، وكمان قدر ان هو يخليني يبقى عندي تعاطف مع بعض الشخصيات ويخليني ابقى ناقم على بعض الشخصيات، وقدر بعد فترة يحول التعاطف بتاعي ده لنقمة، وقدر مع شخصيات اخرى يحول النقمة دي لتعاطف. لو حبيت اتكلم عن اللغة جوه العمل وجوه الرواية هقول ان السرد جوه الرواية كان لغة عربية فصحى جيدة، حقيقي كانت جيدة، ممكن تكون لسه محتاجة انها تتطور، انها تعلى، ان يكون فيها اساليب جديدة في السرد، ولكن اللغة كانت حقيقي جيدة. ما حسيتش اني بعاني، ما حسيتش اني قاعد مستغرب الكلام، ما حسيتش ان انا مثلا متضايق وانا بقرا لان في مشكله في النص، لا انا حسيت بسلاسه كبيره جدا زي ما قلت. فالسرد كان باللغه العربيه الفصحى، اما الحوار فكان باللغه العاميه المصريه البسيطه جدا جدا جدا. ولكن ده مش معناه ان العمل مفهوش سلبيات، العمل فيه بعض السلبيات اللي احنا هنتكلم عليها مع بعض دلوقتي. زي ما قلت من شويه الكاتب ده اول عمل ليه، فالكاتب محتاج شوية تطوير في اسلوب السرد، في طريقة السرد. تاني حاجة انا بعتبرها من النقط اللي ممكن تكون بالنسبة لي كانت سلبية هي الاسئلة الاستفهامية الكتير اللي كانت موجودة داخل العمل. في اسئلة اللي احنا ممكن نسميها rhetorical questions بالانجلش كانت موجودة داخل العمل، بحيث ان الكاتب عن طريقها هيبتدي انه يفتح دماغك او يوسع المدارك بتاعتك وانت بتقرأ عن موضوع القدر وعن موضوع التغيير وعن تأثير الاباء في حياة الابناء وحاجات زي كده. فبعض المواضع الريتوريكال كويستشنز دي او الاسئله الاستفهاميه دي كانت في محلها مظبوط، وفي بعض الاماكن الاخرى كنت حسيت ان وجودها مش بطال ولكنه ضعيف شويه، يعني الصله مش هي احسن حاجه. وفي مواضع اخرى حسيت ان لا احنا كنا ممكن نستغنى تماما عن الاسئله الاستفهاميه هنا، لان وجودها ما ضافش جديد للنص ولا ضاف شيء للنص. اما النقطه الاخيره فهي مش نقطه سلبيه، ولكن نقطه انا نصيحة مني للي هيقرأ العمل، ركز كويس جدا في اسامي الشخصيات اللي موجودة في العمل. الشخصيات اللي موجودة داخل العمل كتير، مش شخصيات قليلة، انت بتتكلم في 3 قصص كل قصة ليها ابطالها. فالشخصيات لما بتبقى كتيرة احيانا احنا كقراء ممكن نتوه في النص، دي حاجة كاتب ملوش دعوة بيها، دي حاجة ليها دعوة بينا احنا كقراء. ركز كده، استهدى بالله كده وركز في اسامي الشخصيات عشان ما تتوهش وترجع في الاخر تقول مين راح فين ومين جه منين. الحقيقه في النهايه انا حابب اقول ان انا استمتعت جدا بالعمل ده، حقيقي استمتعت بيه لانه كان عمل حلو وكان عمل خفيف وكان عمل مش تقيل، وفي نفس الوقت كان عمل
قيم، يعني بالنسبه لي العمل كان قيم، فبالتالي انا حقيقي اتبسطت واستمتعت قوي بالعمل ده، وانا شايفه عمل ناجح وتجربه اولى ناجحه جدا 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 للكاتب طارق ابراهيم، وانا بهنيه فعلا على التجربه الجميله دي. وبس كده يا صديقي العزيز، هو ده كل الكلام اللي عندي اللي انا اقدر اقوله لك بخصوص روايه ما اخفاه القدر عنا من كتابه الكاتب طارق ابراهيم ومن اصدار دار ارتقاء في معرض الكتاب عام 2023. شكرا لكم واشوفكم في الحلقه اللي جايه. السلام عليكم.